ياي 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 ياي. لا يا جماعه بصوا 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 بصوا، يا لهوي. بصوا خطيره. عادي عادي الصوت نصور عادي. في ناس بتحب، ما اعرف ناس يعني لما تاكل حاجه حلوه لازم تاكل حاجه حادقه. يا معسله قوي يا بطاطا. طب لو البطاطا مش معسله اعمل ايه؟ ارميها؟ هنعملها واحنا بقى نعسلها. يلا بينا. عندي طرق كتير لتسويه البطاطا. ساعات احطها على الشبكه في الفرن واشويها، او احطها على الصاجه بتاعه الفرن واشويها، او احطها في صينيه واديها رشه سكر واشويها، وساعات احطها في حله واسلقها، وساعات احطها برضو في حله واديها رشه سكر واقفلها بورق زبده واغطيها واحطها بشويه ميه صغيرين واسيبها لما تستوي واديها تحميره او حروقه كده من تحت كده عشان تديني شكل الشوي، او ممكن بعد ما اديها السلقه او اسويها على البخار. ساعات احطها وافردها في صاج او في صينيه وادخلها تحت الشوايه في الفرن عشان اديها الحروقه والشكل والطعم والريحه بتاعه الشوي. طيب في طريقه تانية وهي الاسهل والاسرع، وده الاهم عندي، الاسرع، لان البطاطا لما بيكون كمان حجمها كبير كده وانا محتاجه يبقى فيها لحم ومحتاجه ان يكون حجمها كبير. طيب هعمل ايه؟ انا هسويها في كيس حراري، مش هتاخد معايا وقت وانا مش محتاجاها تستوي لغايه ما تتهري. خلونا كده نمشي الخطوات واحده واحده عشان اقول لكم التريكات اللي هنعملها بعد ما نسويها. انا بعد ما حطيتها في الكيس عندي تريكايه صغيره قوي. انا هاخد حوالي معلقتين كبار كده من السكر. خدوا بالكم ان انا يعني البطاطا يعني مش مصفياها، انا مخليها مبلوله عشان السكر يلزق عليها. تمام، انا محتاجه السكر يلزق على البطاطا. هنا انا مش محتاجه انه يحتفظ بالميه، يعني انا مش محتاجه ان الكيس يحتفظ بالميه، لا انا هعمل نغزه بس كده ونغزه كده، نغزتين بس صغيرين جدا عشان الكيس ما يفتحش مني. انا محتاجه ان البخار يخرج لان انا مش عايزاها تتسلق، يعني عايزاها تستوي وتطرى بس من غير ما الاقي الكيس مليان ميه. معلومه كده على السريع بقى، انا المعلومه دي على فكره قلتها كتير جدا وفي فيديوهات كتير جدا، بس هنقول لربما يكون في حد يعني برضو ما تابعنيش من زمان او ما اتفرجش على الفيديوهات، فلاول مره مثلا بيشوف فيديو او حاجه او اول مره يسمع المعلومه دي. اما باجي اعمل بشاميل او اجي اعمل كريمه او مهلبيه او كاستر او اي حاجه محتاجينها تبقى سمك تقيل، اتعلمي بقى كوبايه اي حاجه سايله، اي سواء كانت ميه او حليب، عليها معلقه كبيره مليانه كده مكلبظه ومقلوظه من النشا او من الدقيق او الكاستر او اي حاجه هتعمليها، معلقه مليانه مكلبظه ومقلوظه. طب انا دلوقتي انا هعمل كوبايه واحده من الحليب. طيب انا محتاجه، يبقى انا هقسم المعلقه لثلاث اجزاء، يعني هاخد جزء اللي هو معلقه من الدقيق ومعلقه من النشا. يبقى قلنا هنقسم المعلقه الكبيره تاني اهو، هنقسم المعلقه الكبيره لثلاثه، يعني معلقه دقيق، معلقه من النشا، ومعلقه من الكاستر. تمام، حلو الكلام. التست لا هو بيوديكي في حته البشاميل ولا بيوديكي في حته المهلبيه ولا بيوديكي في حته الكاسترد على بقى اللي احنا بنعمله النهارده بالثلاث حاجات. الكاسترد انا استخدمته التست الطعم، وتاني حاجه يخلي لون يعني الخليط بتاعنا او الكريمه الحلوه دي تبقى طعمها والتست بتاعها مميز جدا. عندي نص كوبايه حليب. طيب انا هتقل نص كوبايه الحليب بقى في ايه؟ صفار بيضه، بس مش دلوقتي. خليني بقى اخد كل الحاجات الحلوه دي على النار تقليبه لغايه ما تتقل. هي هتكون
طبعا القوام بتاعها خفيف لان احنا عاملين الحاجات المواد الجافه على قد كوبايه واحده من الحليب. النص ده هيخلي البشاميل ده او الكريمه دي تكون خفيفه. تعالي بقى، طبعا ايدنا ما بتسيبش التقليب ابدا على النار. خلاص انا هوريكي القوام بتاعه. طبعا بصوا القوام، سامعين الصوت صح؟ بصوا يعني ده قوام خفيف، ما اقدرش احطه في البطاطا طبعا هينزل لي من كل ناحيه. فانا هعمل ايه؟ صفار البيضه اهي. بصوا الحركه دي مهمه جدا جدا. هنزل بالسخن اهو كده بمعلقه واحده وهقلب تاني وهفضل اقلب. هاخد معلقه كمان، هفضل اقلب صفار البيض. هبدا ارجعه وايدي شغاله تقليب. اهم حاجه عندي طبعا ده اصلا سخن جدا، فانا هنزل بيه كده. هنزل بقى بقيه الحاجات، هرجعه على النار. انا يا دوب بس ايه يعني ياخد غلوه واحده لان هو سخن، فالصفار يعني اكيد استوى يعني، بس عشان يتقل معايا. استنى اوريكم بقى بالمعلقه عشان بالمعلقه بيبان اكتر السمك. شايفين تقلت ازاي؟ انا عايزه بقى التقل ده نعمل حساب انه كمان لما هتهدى وتبرد هي كمان يعني هتكون اتخن شويه. خلاص اخر خطوه عندي فانيليا. ممكن تقدري تحطي سكر، بس انا مش بحب السكر قوي يعني، وما بحبش الحاجه محليه قوي، فانا هكتفي بتركايه واحده هنعملها في اخر واحلى واجمل لقطه. وهدخلها تحت الشوايه اهي، تحت الاكياس كده. هفتحها، خلوني افتحها وارصها جنب بعض عشان احطها تحت الشوايه. فكره الكيس الحراري انه اسرع جدا جدا، لان هي لو اتحطت على الشبكه او على الصاجه كانت هتاخد وقت كتير جدا. فانا هرصها واحطها تحت الشوايه تتلسع لسعه كده. عارفين اللسعه بتاعت الشوي دي؟ اخليها تتلسع. قلبتها واخدتها شويه كمان. بصوا بقى التركايه اللي انا عملتها في البدايه في الكيس، رشه السكر. بصوا بقى، بصوا اللمعه اللي فيها بقى والتسكيره والتعسيله بقى اللي فيها. مش بيقولوا ايه معسله يا بطاطا؟ طب البطاطا بقى دلع ومش معسله، احنا عسلناها ولا ما عسلناش؟ بطاطا نطلع، لازم نطلع واحده كده ايه اول. ادي البطاطا، بصوا شويها انا من تحت وكمان اهو من فوق، وده لسعه كده عشان تدي ايه الطعم. اهم حاجه ما تتهريش منك عشان تفضل ماسكه نفسها. انا هعمل كده، بصوا الجمال، شايفين اهو. عندي بقى الاتنين الحلوين دول اهو. نجيب المعلقه، بالمعلقه كده، شايفين صح؟ بصوا بقى انا هعمل ايه. انا هفتح كده اهو، انا هفتح كده وهفتح كمان دي كده. بصي حاولي فرغي بس شويه بس كده من اللحم، شويه بس مش كتير، عشان انا مش عايزاها ايه تتفتح قوي وايه وتتبهدل. عندي عسل نحل. انا هنزل بايه؟ بصوا خيط رفيع اهو، خيط رفيع كده رايح جاي جوه مش بره اهو. تاني كمان اهو، مش هحط كتير طبعا. حته التحليه دي طيب ما عنديش عسل عنك، تقدري ترشي سكر، تقدري تمسكي شويه سكر وترشيهم على البطاطا من جوه، مفيش مشكله. تقدري حاجه تانية، الكريمه اللي احنا عملناها دي، الكريمه اللي احنا عملناها تقدري تحطي فيها سكر،
تقدري تحليها. يعني انا يعني مش بحب السكر قوي، لكن الناس بتحب الحاجه مسكره قوي. تقدري تحلي الكريمه اللي احنا عملناها. الكريمه اللي احنا عملناها اهي، انا قلبتها بردت طبعا. بصوا القوام بتاعها، انا محتاجاه كده، انا محتاجاه يعني قوي كده. هنا بقى ناخد معلقه ونعمل ايه. بصوا انا عايزه اعمل كده اهو. هقول لك دلوقتي هنعمل ايه حالا. بصوا بقى، بعد ما حشيناها او حطينا عليها الكريمه اللي احنا عملناها الخطيره اللي تستاهل عالي جدا، دخلناها من دقيقه ونص لدقيقتين بالكتير تحت الشوايه. نقدر قبل ما نحط الكريمه ممكن نحط مكسرات على فكره، يبقى جميل جدا. خليني بقى اطلع واحده كده. خليني اطلع الحلوه المقلبظه المقلوظه دي. بصوا بقى الجمال. بصوا بعد بقى ما طلعناها بصوا من الفرن، خلوني اعمل حاجه كمان واوريكم. احنا نقدر على فكره، في ناس بتحب تحط جبنه موتزاريلا، في ناس بتحب تحط زبده وحاجات، براحتكم. بس انا عملتها بابسط طريقه ممكنه، شياكه وحاجه جميله. ونقدر نعملها كلها ونرصها في صينيه واحده ونحطها تحت الشوايه ونطلعها ونحطها في اطباق ونقدمها. هي عايزه شتاء اكتر، بس احنا بنحب البطاطا في اي وقت. عندي بقى واحده تانية من البطاطا. بصوا السكر بقى، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. هعمل فيها ايه؟ عارفين الدقه؟ مش الدقه، الدقه. مش كان في زمان حاجه اسمها سميت ودقه؟ الدقه عباره عن ايه بقى؟ بصوا بقى، سمسم، خلاص هنمشيها واحده واحده كده. حاجه بسيطه جدا من الفلفل الاسود، وبرده حاجه بسيطه جدا جدا من السبع بهارات. بعد كده ده شطه، دي حسب رغبتك انتي، وكمون وكزبره ناشفه وسمسم. طبعا انا كان عندي السمسم ابيض. بصوا كان عندي السمسم ابيض وانا حمصته خفيف، يعني ما بين الابيض الني وما بين المتحمص الغامق، خلاص عشان يبقى لونه حلو كده ايه للدقه. واخر حاجه عندنا وهي الملح. خلاص ده كده. عارفين الدقه صح؟ يعني طبعا اللي هي العربيات بتاعت ال بعدين بقى بتاع، كنت هقول الطعميه، طعميه ايه؟ بتاعت البطاطا بيحطوا بس من غير، بيحطوا الدقه بس من غير سمسم. دي الدقه بتاعت زمان. متخيل ريحتها؟ اقسم بالله ريحه الكمون والكزبره خطيره، حتى السمسم عشان لسه متحمص فريحته تحفه. شوفوا بقى مع الملح كده والدقه اهي. بصوا شايفين؟ نحط كمان شويه اهو. بصوا في اسهل وابسط من كده. تقدري كمان بدل الدقه تقدري ترشي سكر ناعم، تقدري ترشي سكر عادي، وتقدري ترشي رشه عسل. ممكن تحطي حته زبده صغيره كده هتسيح مع السخونيه، وتبقى حاجه اكله جميله وبسيطه ولذيذه جدا. هنا بقى احنا كنا رشينا رشه العسل. انا عايزه اعمل كده كمان. بصوا الجمال، بصوا بقى الحلاوه. بصوا بذمتكم في اجمل واحلى واطعم بقى من كده؟ انا محتاجه ادوق فعلا، فعلا محتاجه ادوق. هي سخنه. بصوا بقى اما نعمل بقى كده. ياي 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 ياي. لا يا جماعه بصوا 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 بصوا، يا لهوي. بصوا خطيره. وربنا ما قادره اقاومها، وحياه ربنا مش قادره اقاومها. طعمها تحفه، خطيره
خطيره بمعنى كلمه خطيره. واو. عادي عادي السويت اند ساور عادي. في ناس بتحب، ما اعرف ناس يعني لما تاكل حاجه حلوه لازم تاكل حاجه حادقه، وبعد ما ترجع تاكل الحاجه الحادقه لا نفسها عايزه ترجع تاكل تاني حاجه حلوه. وحياة رب وحرقه شويه تحفه. يا لهوي. لا لا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر. انا شعري عامل ايه كده؟ مش عايزه اطول الفيديو اكتر من كده. اقسم بالله انا ممكن اقعد على الاثنين دلوقتي ورا بعض، يعني حبه معلقتين من هنا ومعلقتين من هنا والله العظيم. طب تصدقوا احساس الطعم رهيب، ان انا اكل حاجه مسكره وبعدين اكل الحادق. حاسه اني عايزه ارجع لدي، وعارفه اني بعد. طب استنوا اجرب. لا بلاش، خلوني بعد الفيديو. ايه رايكم؟ ابسط من كده واجمل من كده مفيش. هي كل مره ما بنقول انا ايه، انا الشيف اللي بتتكلم والمذيعه اللي بتطبخ. باي باي.